اوعي بقى تكوني لسه بتشتري كوردون بلو من بره، ده انت لو لسه بتشتريه يبقى بجد خسرانه كتير، عشان اخليكي تعمليه في البيت احلى واجمل، وهينافس بجد احلى طعم ممكن تكوني بتجيبيه من بره. وهنا بقى انت كمان عاملاه بايديك. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا الفيديو. معانا كده بانيه كيلو بقى او اقل، شوفي انت عايزه تعمليه قد ايه. وبتبقى قطعه البانيه عايزينها كده بالعرض، تقولي للراجل بتاع الفراخ عايزه القطعه تكون عريضه مش خفيفه. تمام. وحط بقى هنا ملح فلفل اسود وبهارات وتوم باودر وبصل باودر وكمان بابريكا وكاري او بهارات فراخ، وابتدي اقلبهم على بعض كويس جدا. وبتبل بقى قطعه البانيه بتاعتي بالشكل ده، وش وظهر بالشكل ده. تمام، يعني هنعمل وش وبعد كده نقلبها ونعمل الظهر. عايزه اقول لك هنا انت هتبهريهم بجد بالاكله دي، تحفه قوي. هنا بقى المفروض نحط سلامي وجبنه شيدر وحاجات زي كده. انا حطيت حاجات بقى اللي موجوده عندي، حطيت جبنه رومي وحطيت لانشون وحطيت جبنه موتزاريلا. تقدري انت هنا الحشوه تغيريها بالجبن اللي انت بتحبيها وعايزاها، فبراحتك هنا احشي اي حاجه. وهنقوم لفينها كده. انا هنا قفلتها من الجناب عشان الجبنه موتزاريلا، لو انت مش هتحطي جبنه موتزاريلا تقدري ما تقفليش الجناب عادي وتروليها كده على طول على كيس تلاجة بقى كده. برولها كويس قوي وبعملها كده في طبق، وبدخلها طبعا الفريزر حوالي بقى ساعتين 3 لغايه كده ما تتماسك معانا. وبعد ما تتماسك معانا بقى طلعتها بالشكل ده. بصوا بقى هنا انا عارفه امسكها براحتي جدا. هجيب بقى بيضه، حطيت عليها معلقتين من اللبن وملح وفلفل اسود، وهقلب كويس بالشكل ده. وبعد كده هاخد بقى قطعه قطعه وابتدي ان انا احطها الاول في البيض، وبعد كده احط في الفيجيتار بس كده، وتقلبيها بس كويس. بصي بقى الجمال والحلاوه. عايزه اقول لك احلى بجد كوردون بلو ممكن تعمليه. تقدري تعملي بالزياده وتشيلي في الفريزر وتطلعيه على القلي على طول. وانا فعلا كنت عامله كده، انا كنت عامله كذا وصفه الفراخ مفرزاها من الحاجات اللي هي بتبقى سهله وبطلعها على طول. هنا بقى شلتها في الفريزر فتره مش فاكره قد ايه، وبعد كده طلعتها. هنا كنت طلعتها من الفريزر يعني حوالي ساعه، سبتها ساعه. وبعد كده على الزيت بقى يكون سخن وسط كده، حطيت 3 بس عشان ما يبقوش لازقين في بعض. وبقفل كده الحله يعني اول 3 4 دقايق، وبعد كده بشيل الغطا عشان تبقى بقى مقرمشه معانا، لان الغطا طول ما هو مقفول هتبقى طريه مش مقرمشه. وبعد ما بتاخد اللون ده الذهبي القمر ده بتسيبيها بقى لغايه ما بترتاح كده وتستوي براحتها. وطلعتها على مناديل. وادي عملنا احلى كوردون بلو في البيت، طعمه تحفه. وشوفي لي بقى من جوه الحشوه عامله ازاي، ولا الجبنه السايحه. بصي بقى الجمال والحلاوه. وعايزه اقول لك مستويه وجوسي وطريه جدا. انا كنت عاملاها مع مكرونه سباكيتي، تقدري تعمليها بقى في سندوتشات، تقدري تعمليها مع رز. عايزه حباها مع مكرونه كده اعملي زيي، بس كانت قولي لي بقى في التعليقات لو حابين نعمل سلسله كده من الفيديوهات اللي هي الوصفات اللي جاهزه اللي هي تيك اواي، نعملها في البيت ونعملها كده في البيت وما نشتريهاش. ولو حابين الفكره قولي في التعليقات وان شاء الله ننفذها مع بعض، واعمل لكم افكار حلوه قوي لجميع الاكلات اللي احنا بنجيبها من بره وهتكوني انت عاملاها بايديكي في البيت. ما تنسيش بقى تعملي لايك الفيديو واشتراك في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك ان شاء الله كل الفيديوهات اللي انا هنزلها، وبجد مفاجآت جميله قوي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.